أهلا بكم. كانوا يخططون لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام في المغرب، بعدها يفرون خارج المغرب إلى الالتحاق بمعسكرات ما يسمى بتنظيم داعش في منطقة الساحل. هم 3 مشتبه فيهم يشكلون خلية إرهابية تم إيقافهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 3 عمليات ب3 مدن، وهي السوق الأربعة الغرب، تطوان ثم العرائش. محمد زاهد. إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة ومتزامنة مكنت المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 3 أشخاص موالين لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ مخططات إرهابية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام. بلاغ المكتب المركزي أفاد أن عناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت هذه العمليات التي استهدفت المشتبه فيهم بكل من سوق الأربعاء الغرب وتطوان والعرائش. وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في منازل الموقوفين من حجز أسلحة بيضاء ومجموعة من المنشورات تمجد الفكر المتطرف لداعش وتحرض على العنف، وكذا إصدارات مكتوبة تخص تتبع الأنشطة الإرهابية للجماعات المنضوية تحت لواء داعش بمنطقة الساحل، إضافة إلى معدات ودعامات رقمية سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية. المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيهم الذين أعلنوا الولاء لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من المشاريع الإرهابية الخطيرة عبر إعداد وتوظيف عدة محتويات رقمية توثق لمخططاتهم الإرهابية، يقول بلاغ المكتب المركزي. كما أن الأبحاث والتحريات أوضحت بأن المشتبه فيهم الموقوفين كانوا يعتزمون الفرار خارج المغرب من أجل الالتحاق بمعسكرات داعش بمنطقة الساحل بعد تنفيذهم لمخططاتهم الإرهابية بتنسيق ومساعدة من أحد العناصر التابعة لهذا التنظيم الإرهابي. البلاغ ذكر أنه تم وضع أعضاء هذه الخلية الإرهابية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارات البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب للكشف عن طبيعة الارتباطات لهذه الخلية الإرهابية وتحديد كافة مخططاتها ومشاريعها التخريبية في سياق يتسم بتنامي مخاطر التهديد الإرهابي وحرص التنظيمات الإرهابية العالمية والأقطاب الجهوية المتفرعة عنها على الرفع من عملياتها التخريبية.